مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ملعب طنجة الكبير يقترب من التحول إلى تحفة عالمية. الأشغال تسير بوتيرة متسارعة، ولم يتبقى سوى القليل على الانتهاء من تركيب الحلقات الفولاذية لسقف الملعب. فهل سيكون جاهزا في الوقت المحدد؟ دعونا نكتشف التفاصيل معا. قبل أن نبدأ، لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد عن الملاعب المغربية. آخر تطورات الأشغال. أعمال البناء في ملعب طنجة الكبير دخلت مراحلها النهائية، حيث أوشكت عملية تركيب الحلقات الفولاذية التي ستدعم السقف على الانتهاء. هذا السقف سيمنح الملعب مظهرا عصريا، كما سيوفر حماية للجماهير من العوامل الجوية. تفاصيل هندسية عن السقف. السقف الفولاذي لملعب طنجة الكبير يتميز بمتانته العالية، حيث تم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية. هذه الحلقات مصنوعة من مواد مقاومة للرياح والأمطار، مما يضمن راحة الجمهور أثناء المباريات. تحديات البناء وموعد الانتهاء. ورغم هذه الأشغال الضخمة، واجه المشروع بعض التحديات، مثل تأخر بعض المواد اللوجستية وصعوبة تركيب الهيكل الضخم، لكن بفضل جهود العمال والتقنيين أصبح الملعب قريبا جدا من الاكتمال. المصادر الرسمية تؤكد أن الملعب سيكون جاهزا في غضون الأشهر القادمة، مما يجعله واحدا من أهم الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا 2025. إذن ما رأيكم في هذه التحديثات؟ هل ترون أن ملعب طنجة الكبير سيكون جاهزا في الوقت المناسب؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، ونراكم في فيديو جديد قريبا. مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.